البلد ما فيهاش نكت خالص. لو كنتم بتحبوها ما كانش ده بقى حالها. لما نسمع الست منى هتقول لنا ايه النهارده؟ أهلا بيكم. النهاردة كان المناضل الإفريقي نيلسون مانديلا بيزور القاهرة. إحنا الحقيقة سجلنا معاه للبرنامج ولفت نظرنا حاجة مهمة جدا قالها لنا عن مصر. تعالوا نشوف. اهو مانديلا ده قد جد 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 جدي، بس هي حظوظ. أكون أنتو سنتي ما هناك كاكا. لفت نظري أن الناس ماشية في الشوارع مكشرة وبوزها قدامها شبرين، وكل واحد ماشي شايل على دماغه طاجن سته. يا ابن اللعيبة يا مانديلا، ايه ده انت قوي الملاحظة جدا. السؤال اللي بنتوجه بيه للمسؤولين، هي ليه الناس ماشية مكشرة كده في الشارع؟ فاصل ونعود. ويقول لك قال المصريين دمهم خفيف. دلوقتي مانديلا هيقول علينا ايه لما شعب جنوب افريقيا يقول له عملت ايه في مصر؟ يلدحنا عيشة تقرف. انا هفرجك يا سامح، هفرجك. انت فاكر ريال مدريد اللي بتلعب بيه ده هينفعك؟ ودين اللي علمك الادب. لعلمك بقى الدراع اللي انا بلعب بيه بايظ بايظ. الجون ده بدل ما يترمي يمين اترمى على وشه. ايه الدوشة دي؟ مش عارف اركز. انت عندك امتحان بكره ولا ايه؟ يا هنيدي انا طول الوقت في امتحان. على رايك هي الدنيا ايه غير لجنه كبيره؟ العب يا سامح. دوس بوز يلا انت وما تلعبش لحد ما ارد. الو سوبر بيه هنيدي. معاك يا باشا. اقدر اعرف مين اللي بيتكلم ولا ده طلب اوفر؟ يا سوبر بيه، أنا يوسف شلبي، وكيل شؤون وزارة المواطن. وزارة شؤون المواطن اللي في اخر القصر العيني دي؟ بالظبط. احنا عايزينك في شغل. وانا خدام البلد. حقيقي يا سوبر بيه انت عايز تخدم البلد؟ يا باشا انا عيلتي نصها استشهد في 67 والنص التاني استشهد في 2005. بس ما كانش فيه حرب في 2005. لا دول ما استشهدوش في الحرب، دول استشهدوا في السلام. السلام؟ العبارة. أؤمر يا يوسف بيه أؤمر. المهمة اللي عايزينك فيها معقدة شوية. أولا عايزين نعرف الناس ماشية مكشرة ليه. دي مهمة سهلة جدا يا باشا. وثانيا عايزين نعرف يا ابني الناس اللي كانوا بيقولوا نكت راحوا فين. البلد ما فيهاش نكت جديدة يا سوبر هنيدي خالص. علم يا باشا، علم وجاري التنفيذ. سلام. في ايه يا هنيدي؟ يا سيدي وزارة شؤون المواطن عايزة تعرف الناس مكشرة ليه، واللي بيقولوا نكت راحوا فين. اللي ما تعرفش عادي عابدين مين الناس اللي بتألف النكت اللي احنا بنسمعها دي؟ انا عمري ما فكرت ان في حد بيألف النكت دي. فاكرها بتطلع لوحديها كده زي ورد النيل. الله يمسيك بالخير يا صلحت ويرجعك بالسلامة من دبي. هو الوحيد اللي كان بيقول لي آخر نكتة دايما. انت ما قلتليش هو صلعت بيعمل ايه في دبي؟ بيصور مسلسل هناك. نتعرف عليك. عندك كم سنة؟ مش عارف بس انا عايز بقالي كتير. تهمتك تهمتي سعادتك أنا فعلا بقالي كتير ما شفتش حد ماشي بيضحك. آخر واحد شفته بيضحك كان جدي. منك لله. غصب عني يعني ورحت له وهو متجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك وطردني في الشارع برضه بعد ما اتقبض عليك وانت ماشي بتضحك في الشارع. يا ترى انت كنت ماشي بتضحك ليه؟ انت عبيط ولا ايه؟ مش شايف الناس كلها ماشيه مكشره؟ حضرتك انا مواطن مصري وبحب بلدي، ومن يوم ما اتولدت وانا ماشي مكشر في الشارع زي اي مصري شريف مطحون في البلد دي. بس انا خلاص زهقت هنفجر. وهو اي واحد يزهق يخون بلده؟
اخون بلدي ازاي حضرتك؟ يعني هو انا اتقفشت في شقه مفروشه مع بلد تانية؟ حضرتك مذيع اوفر قوي. طيب انت مش ندمان انهم مسكوك بتضحك؟ هتقول ايه لاولادك ولجيرانك؟ وهتواجه المجتمع اللي مكشر ده ازاي؟ بس غصب عني والله، انا الظروف هي اللي اضطرتني انزل من بيتي النهارده وانا بضحك وبقول لاولادي سامحوني، انا مش كده اصلا، انا راجل كئيب والناس كلها عندي في الحته عارفه كده كويس، بس هو الشيطان بقى. اهو انتوا كده دايما، انتوا كده تعملوا العملة وتلبسوها للشيطان. هو الشيطان هيشيل ايه ولا ايه؟ تحب تسمع حاجة في نهاية اللقاء؟ اسمع اي حاجه للمرحوم عماد عبد الحليم. غسيلي الغسيل كسر ايديا، والشفيف حلو في عينيا، والصابون جوه في عينيا، علشان اغسل انا. ايوه يا هنيدي. لا مفيش، مخنوقه كده يا هنيدي، مش طايقه قعده البيت، حاسه اني هنفجر من العياط من الضيقه. الو هنيدي. ها؟ قعدت ولا هيشتريها؟ قفل في وشك السكه يا عينيا. بس يا ماما بقى لحسن عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي. اشتاتا اشتوت، اشتات يا سيدنا اشتات، لا تأذيني ولا أذيكوا، ائذوا مخبر الندامة الضايع الفاشل الصايع. يا بنت يا حنان، بنت يا حنان، البنت نزلت الشارع بالبيجامة يا اختي، جننها المخبر ابن المخبر. الو، ايوه يوسف بيه. ايوه انا تقريبا عرفت الناس ماشيه مكشره ليه. ايوه بحثني، مش شايفني متنيل مكتئب وببكي من كتر البحث في امور الناس. فاضل لي مهمه واحده بس، الناس اللي بتألف نكت اعرف هي راحت فين ان شاء الله. اديني يومين بس، اديني يومين وارد على حضرتك. الحاجة المهمة اللي اتعلمتها من الكلام مع الناس في الشارع النهاردة هي إن الحياة صعبة. أنا جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول الحياة علقة، حتى جسمها كان دايما أنا اليومين اللي فاتوا خلوني تقريبا أعرف سر التكشيرة. طب احكي لنا. في واحد قال لي الأكسجين يا باشا، البلد ما فيهاش أكسجين، في سحابة سودة وشكمانات من كل المقاسات، شكمانات سمول بتاعت الموتوسيكلات، وشكمانات ميديم بتاعت العربيات الملاكي والتاكسيات، وشكمانات لارج بتاعت الميكروباصات، وشكمانات اكس لارج بتاعت اتوبيسات نقل عام ووزارة البيئة. على فكرة في 2000 مدخنة أسمنت على 5000 مدخنة كبابجي. احنا بنتنفس حاجات تانية خالص غير اللي المفروض البني آدم يتنفسها. مفيش أكسجين يا باشا في البلد، والمخ بيتغذى على الأكسجين أصلا. دلوقتي مخنا بيتغذى على ثاني اكسيد الفريون، يعني مخنا شامم. احنا مكشرين عشان الهواء اللي بيدخل في مخنا ملوث، عشان مخنا شامم، بدليل ان الناس اللي في الساحل الشمالي كلها ماشيه بتضحك عشان مخها مش شامم. فعلا أنا طول عمري مستغرب من السعادة اللي فيها الناس بتوع الساحل الشمالي. طلع السبب الأكسجين. امال انت فاكر ايه؟ كنت فاكر الفلوس هي السبب. في واحد تاني قال لي
والله العظيم يا باشا انا مكشر عشان تقلت في الفطار. الطعميه باين عليها كبايته فنزلت في جوفي، لا مؤاخذه عملت لي حرقان في فم المعده. ضربت وراها شفشق ميه ساقعه راحت بطني منفوخه يا باشا. ولا مؤاخذه يعني حاسس ان القولون، عارف القولون، حاسس ان القولون عندي بتوصل على كومبريسور. اصل بيقول لك يا باشا ان بتوع الطعميه بيحطوا على العجينه بيكربونات عشان الطعميه تتنفخ، وتقريبا البيكربونات ما نفختش الطعميه دي، نفختنا انا شخصيا. كده عندنا سببين للتكشيرة لحد دلوقتي: نقص الأكسجين في الجو وزيادة البيكربونات في الطعمية. في واحد بقى تقال لي سعادتك انا بقى لي ساعتين عايز اروح الشغل والناس مش مدياني اي فرصه، مش لاقي مواصله. الميكروباص اول ما يدخل موقف الناس بتجري عليه كأني لسه هي اللي داخله الموقف، واحنا المدير بتاعنا غلس، ولو الواحد اخر 5 دقايق يخصم له اليوم كله. وانا بقى لي شهرين ما بقبضش مرتبي عشان مش عارف اروح الشغل اصلا. وانا ملاحظ انك بتسأل ناس فقراء بس. يا ترى الناس الاغنياء ماشيين مكشرين برضو؟ انا كان عندي نفس السؤال، وبالصدفه لقيت واحد غني ماشي مكشر. قال لي والله مكشر عشان لو اي ابني طالع فاشل، يعني موديه احسن مدارس في مصر الجديده، وبدفع بالاسترليني ومدلعه اخر دلع، جايب له عربيه وشاليه يروح يذاكر فيه مع اصحابه، وبسافر اوروبا كل سنه. بس الولد مغلبني وطالع فاشل وغاوي مخدرات، وانا دلوقتي رايح اطلعه من اسم مدينه نصر عشان اتمسك هو واصحابه الفاسدين بينجكوا في العربيه بتاعته. مش مشكله انه ينجك في العربيه، المشكله انه كان راكن قدامي الاسم. قدام الاسم؟ ادي يا عم اللي مخلي الناس مكشره. ده غير بقى ان 3/4 البلد عليها اقساط مش عارفه تدفعها، والربع الباقي ليه فلوس عند الناس مش عارف ياخدها. طب والحل؟ الحل في اننا نلاقي الناس اللي بتألف نكت علشان ترش على الشعب رشة نكت جريئة تطلعه من المود الوحش اللي هو فيه ده. وهترش نكت على الشعب ازاي؟ نلاقي النكت الاول يا عم وبعدين انا عندي فكرة. انا اسف على التأخير. لا مفيش حاجة، اتفضل. يا بيه اللي بيألفوا نكت دول كانوا يتعدوا على الصوابع. كانوا المونولوجستات ينزلوا يشتروا منهم النكت. عندك مثلا غريب الضابع، وده كان متخصص في نكت الصعايدة، وحمادة الإخص وده كان متخصص في نكت الحموات، وزكي نبيل عكاشة ده بقى كان متخصص في نكت الخيال العلمي. بس كلهم راحوا فين حضرتك؟ في اللي اتجنن وفي اللي اتجوز وبطلوا يألفوا نكت، واللي منهم شغال على تاكس، وفي اللي قالك الناس بقى دمها تقيل اصلا ألف لهم نكت ليه. معاك حق، الناس بقت خنيقة فعلا، خسارة فيهم النكت. طب الحل ايه يا عم مجدي؟ بص، هو في واحد بس هو اللي بيألف نكت دلوقتي، اسمه علي ابو لسان، بس ده عنده مشكلة واحدة بس. ايه يا ترى؟ زي ما انت شايف كده، الجماعة أصدقائنا الخرس بيقولوا عليه إنه بيألف نكت ما حصلتش، بس هما بس اللي فاهمينها. طب ما دي حاجة سهلة قوي، احنا نجيب لهم مترجم يقول لنا النكت الجديدة دي. والله دي فكرة عبقرية. احنا متشكرين قوي يا سوبر هنيدي، وفكرتك هننفذها من بكره، بس بصوتي زي ما اتفقنا. نكتة جديدة. مرة واحد من صوراتي ابنه مات طلع عليه. نكتة جديدة. الواد بقى اللي ابوه طلع عليه تاه منه، راح مطلع عليه اخ واحد تاني شبهه.